ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا امنية والنهاردة هعمل معاكم قرنبيط بخلطة على قد ما هي بسيطة خالص على قد ما هي رهيبة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والفولو والاشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بنجيب القرنبيطة، والقرنبيط بيبقى متقسم لوردات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنفصل الوردات دي كل وردة لوحدها، ولو حابه تسيب الزهره كده زي ما هي سيبيها، ولو حابه تقسمي الورده دي لنصين اقسميها انتي وذوقك، وحسب بتحبي حجم القرنبيطه يكون كبير او صغير او شكله عامل ازاي. في حله على النار حاطه فيها ميه، وهضيف معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره كاري. والكاري هنا مش هيضيف للطعم حاجه، ولكن هيدينا لون حلو قوي للقرنبيط. بسيبهم على النار لحد ما المية دي بتغلي. اول بقى ما المية بتغلي بنزل على طول بالقرنبيط وبخليهم على النار ربع ساعة. في ناس بتحب القرنبيط يستوي نص سوا ويكمل سوا وهو بيتحمر، ففي الحالة دي هتسيبوه بس 10 دقايق على النار، وبعد كده هتشيلوه من المية. وده كان شكله بعد اما صفيته من المية. شايفين الكاري مديله لون حلو ازاي؟ انا هنا سويته سوا كامل، اخد مني بالظبط على النار على درجة حرارة بين المتوسطة والهادية ربع ساعة. تعالوا بقى نحضر الخلطة واللي من وجهة نظري هي اساس القرنبيط. في بولة هحط كوباية الا ربع دقيق وكوباية الا ربع نشا. في ناس بتعمله بدقيق بس، ولكن انا بحب احط نشا عشان النشا بتخليه كريسبي اكتر. هضيف عليهم بيضتين وهقلبهم كويس مع بعض. وخطوة ان احنا نضيف البيض الاول على الدقيق والنشا دي مهمة في ان هي بتخلي لون الخلطة مصفر شوية. لو احنا ضفنا كل المكونات مرة واحدة هتلاقوا اللون فاتح معاكم شوية، جربوها وهتعرفوا الفرق. بنضيف بقى بعد كده المية شوية بشوية لحد ما يتكون عندنا قوام اقرب شوية لعجينة الكيكة. بعد كده بقى هنضيف نص معلقة صغيرة ملح، واقل من نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة مليانة ثوم مفروم، ونص كوباية خضرة مشكلة مفرومة ناعم جدا، بقدونس وشبت وكزبرة. لو الخضرة والثوم عندكم فريش طبعا استخدموهم، ولو فروزن كده زي ما انا حطوهم مش هيقولوا لا ابدا. اهم حاجة ان الخضار يبقى متفرز بشكل سليم. ملحوظة بس عايزة اقولها لكم، لما تكونوا مفرزين خضرة وتيجوا تستخدموها ما تطلعوهاش تفك ابدا، يعني طلعوها مجمدة كده زي ما انا مطلعاها واستخدموها على طول وهي مجمدة. ده بيحافظ ان الخضرة تفضل لونها اخضر حلو، ما تغمقش منكم. يعني انتم شايفين هنا لونها حلو ازاي؟ لو طلعتوها واستنيتوا ان هي تفك شوية وبعد كده استخدمتوها هتلاقوا لونها غمق معاكم وبقى مايل للون الاسود كده. شايفين بقى قوام الخلطة عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط. بعد كده بقى بنجيب القرنبيط بتاعنا ونحطه في الخلطة دي، ونتأكد ان كل القرنبيطة اتغلفت كويس قوي من الخلطة دي. بعد كده بقى بنشيلها من الخلطة وننزل من عليها اي زيادات، ونروح نحطها في زيت سخن. واول ما بتاخد لون عندي بقلبها على طول على الناحية التانية. ما تنسوش ان القرنبيط هنا مستوي تماما، فانا مش محتاجة ان اسيبه فترة طويلة في الزيت، انا بس عايزة الكفر اللي عليه ده يتحمر وياخد لون. واول ما بياخد لون من كل الجوانب بشيله من الزيت وبحطه بقى على طبق التقديم على طول. وده بقى كان شكله النهائي. وطبعا قرنبيط يعني لازم نعمل جنبه بطاطس مسلوقة ومتحمرة بنفس خلطة القرنبيط. بجد يا جماعة أكلة خطيرة، وعلى قد ما التوابل بسيطة قوي إلا إنها مدية طعم للقرنبيط خطير، لازم تجربوه. ما تنسوش بقى اللايك والفولو والاشتراك في القناة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.